شفنا بالفترة الأخيرة صار تغيير كلش كبير بالسوق العراقي، وشفنا شركة انفينكس بدأت تصعد شوية شوية إلى أن تقريبا سيطرت على سوق الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، بعد ما طرحت لنا هواتف بمواصفات قوية وبسعر جدا مناسب وبخامات تصنيع عالية. الشركة أطلقت هاتف النوت 30 الفي اي بي، جهاز فئة متوسطة سعره $250، اللي الصراحة راح ينطيك تجربة في اي بي حقيقية. الجهاز اجى بتصميم من الزجاج مع تموج بلون الهاتف من الخلف جميل جدا. اطار الهاتف مسطح من كل الاطراف، مصنوع من البلاستيك، لكن خامة التصنيع تنطيك احساس بأن الهاتف مصنوع من المعدن. الجهاز مقاوم للمياه بمعيار IP5.3، اللي يعني الجهاز مو مقاوم للغطس لكن مقاوم رذاذ المياه وقطرات المطر وغيرها. الجهاز اجى بمنفذ 3.5 اللي صرنا نفتقده بالهواتف الحالية. الجهاز اجى ببصمة اصبع مدمجة بالشاشة، البصمة ادائها جيد جدا وسريعة. بالاضافة لكل هذا الجهاز مزود بسماعة ستيريو من JBL مزودة بتونج، اللي صراحة تنطينا تجربة صوتية رهيبة. وبظل وجود سماعات الستيريو وحجم الشاشة الكبير اللي يجي بيها الهاتف، فراح ينطينا تجربة مشاهدة رائعة جدا. حجم الشاشة 6.7 بدقة الفول HD من نوع الأموليد، اللي تنطينا تشبع ألوان رهيب جدا. اللون الأسود بالشاشة يبين أسود مطفي حقيقي، الألوان لا يعلى عليها. وكلنا نعرف بعد شنو هي شاشات الأموليد. الشاشة اجت بتردد 120 هرتز اللي تقدم لنا سلاسة عالية بالتصفح أو لعب الألعاب، وصار التردد العالي صراحة مطلب ضروري بكل هاتف. واللي يميز الهاتف عن بقية الهواتف هو المعالج اللي أصدرته ميدياتك قبل فترة، اللي هو الدايمنسيتي 8050، ويعتبر هاتف النوت 30 في اي بي من أوائل الهواتف اللي اجت بهذا المعالج. واللي يميز المعالج أكثر هو أداءه، اللي يعتبر أداء خرافي بالنسبة للمعالج لهاي الفئة السعرية. قبل كنا نحن بنحصل معالج بتردد 2 جيجا هرتز بهاي الفئة السعرية، بس هسه الوضع اختلف ويا هذا الهاتف. المعالج هنا ينطينا تردد 3 جيجا هرتز مع كمية رامات هائلة صراحة. الذاكرة العشوائية للهاتف 12 جيجا بايت مع 256 جيجا تخزين من نوع UFS. الهاتف اجى بثلاث كاميرات، لكن اكو شوية تعديل على الكاميرات. عندك العدسة الرئيسية اجت بدقة 108 ميجا بكسل، وعدستين ثانويات بدقة 2 ميجا بكسل اللي ما راح تقدر تستخدمها من داخل الجهاز. الجهاز يستخدم العدسات كحساس للعمق وغيرها من الامور، لكن العدسة الرئيسية هنا دقتها رهيبة. معالجة الالوان بالهاتف رائعة جدا، وراح ينطينا صور بدقة عالية وبمعالجة رهيبة. الHDR وحدة الألوان واختيار الألوان للصور رائع، وهذا كله بفضل نظام AI الموجود بالهاتف، اللي راح يختار الفلاتر وراح يعدل لنا الألوان والوايت بالانس وغيرها. ولأن الحلو ما يكمل، العدسة راح تنطينا تشبع ألوان زيادة عن اللزوم، وهذا اللي ما حبيته بالهاتف. وهذا ممكن يعجب هواي ناس، لكن إذا ما عجبك تقدر تعدله بسهولة من خلال إعدادات الصورة بعد التقاطها. كاميرا السيلفي أدائها جيد وراح تنطينا صور جميلة، لكن للأسف الهاتف ما يدعم المثبت البصري سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية. بالإضافة لهذا كله، الهاتف يجي ببطارية ضخمة تستمر وياك اليومين أو يومين ونص من الاستخدام. حجم البطارية 5000 ملي أمبير. بالإضافة إلى أن معالج الهاتف موفر للطاقة. الجهاز يجي ويا شاحن داخل الصندوق بقوة 68 واط، اللي راح يشحن الجهاز بسرعة جنونية. خلال 10 دقائق الجهاز يشحن من 0 ل 70، وتقدر تشحن الجهاز لاسلكيا بقوة 50 واط. وهذا الشيء ما شفناه أبد بهواتف هاي الفئة السعرية، لكن انفينكس وفرت لنا بهذا الجهاز، وأيضا وفرت الشاحن اللاسلكي بشكل مجاني وموجود داخل الصندوق. نظام تشغيل الهاتف هو الأندرويد 13 مع واجهة انفينكس الأكس OS 13، الواجهة اللي تقدر تعدل عليها كل شيء، شكل الأيقونات وشكل الثيمات والخطوط والاختصارات وغيرها. هذا كله تقدر تعدل عليه بالهاتف وبسهولة. وصراحة انفينكس تستحق الثناء على هذا الهاتف.
اللي فاق كل التوقعات. الجهاز صح بعيوب، لكن إيجابيات الجهاز ضغط عليه. أنا ما ماخذ الجهاز من إنفينكس ولا محصل دعم من الشركة بأي شكل من الأشكال، ولا جاي أطبل لهم، لكن إيجابيات الجهاز ومواصفاته العالية بالنسبة لسعره خلتني أتكلم هذا الكلام. هذا كان كل شيء عن الهاتف ببساطة. بالأخير كتبوا لي شنو رأيكم عن هذا الجهاز بالتعليقات، وفي أمان الله.